طيب، في كده كام جزئية عايز اتكلم فيها. طبعا، ابو تريكة ان شاء الله في كلام كبير جدا ان هو هيكون موجود في استوديو التحليلي مع ابراهيم فايق. هينضم التيم كابتن بركات، محمود فايز، عمارة، وغيره. طيب، بس عايز اقول جملتين لبعض جمهور من الزمالك اللي انا منهم، وبعض من جمهور بيراميدز. انت جاي النهارده لقيت يا جماعه بوستات غريبه جدا، جايبين لك قائمه مباريات نادي الاهلي، ويوم كذا هيلاعب ده، ويوم كذا انتر ميامي، ويوم كذا مش عارفه ايه، ويوم كذا الى مطار القاهره. وعرت ورايح كاس العالم، رايح المونديال يعرنا. هو هو انت دارك في اللي انت بتقوله؟ يعني انت عندك ولو يكن وات نيفر، انت عندك كام واحد على البروفايل بتاعك؟ ولو يكن مثلا 10 12 50 واحد، انت بتكتب حاجه انت لوحدك مقتنع بيها قدام ال50 شخص اللي عندك. هو انت احنا انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انت بتتكلم في النادي الاهلي، ده فريق خلاص، هو ده اساسي حاجز مقعده في المونديال. هو ده راجل معروف، هو كل سنه اساسي في المونديال. نادي الاهلي يا جماعه ولا هيعرنا ولا هيفضحنا ولا اي حاجه. انا كواحد زملكاوي انا هستمتع بنادي الاهلي زي اي فرقه اوروبيه بتنافس على اللقب. دي اول جزئيه، هستمتع بالاهلي زي ما بستمتع بباريس سان جيرمان، زي ما بستمتع بريال، ببورتو، بانتر ميامي، ببرشلونه، زي اي فريق، مانشستر سيتي. احنا بنستمتع بيه. انا عن نفسي بستمتع بالاهلي زي ما بستمتع باي فريق تاني. دي اول جزئيه. تاني جزئيه، في عناصر مهمه يا جماعه في الاهلي احنا ما بنشوفهاش واو جدا غير في كاس العالم للانديه. واحد زي محمد هاني، طاهر، حاجه محترمه بجد. اتمنى ان الناس اللي بتقول لك الاهلي هيعرنا والاهلي، شوف المنظور ان انت بتستمتع ببطوله فيها الاهلي. انا على فكره ضد فكره ان انا هشجع فرقه مصريه عشان هي بتلعب باسم مصر. انا مش تابع الجزئيه دي خالص، بس انا بتكلم على كاس عالم للانديه. انت بتبقى مستمتع باي فرقه في البطوله دي، يعني انت بتبقى مستمتع باي فرقه. ف فاز يو لايك يا درو.